فأيها العاصي، أنت أمامك فرصة أنك ما زلت حيا مهما كان عصيانك، مهما فعلت ذنبك، مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث، حديث سهل برضو، إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. الحديث ده بيستشكله ناس، يقول لك إزاي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وبعدين يدخل النار؟ في الطريق الآخر ما تعرفش تفهم الحديث إلا إذا جمعت كل ألفاظه. هناك زيادة في الحديث تنفي هذا الإشكال. إن العبد لا يعمل الزمن الطويل فيما يبدو للناس. هو ده اللي حلنا الإشكال، فيما يبدو للناس. إذن كان مرائيا بعمله. وقد ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: أول 3 يدخلون النار شهيد وقارئ وعالم. وفي لفظ آخر: ورجل جواد. جواد يعني غني، يعني غني ومنفق. شهيد. طب الشهيد ده يدخل أول واحد يدخل النار ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشهيد لا يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. وإحنا عارفين مال الشهداء في كتاب الله عز وجل. ده يدخل أول واحد يدخل النار ليه؟ يؤتى بالشهيد فيعرفه نعمه عليه ويقول له: ماذا فعلت؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. أما العالم يأتي به فيعرفه نعمه عليه: ماذا فعلت بالعلم؟ وفي لفظ آخر: رجل آتاه الله القرآن. القرآن يقول: يا ربي علمت الناس كتابك. وفي اللفظ الثاني: علمت الناس العلم. فيقول له الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل علمتهم ليقال عالم، وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالرجل الجواد، غني جدا ما شاء الله، وعمال يعمل مستشفيات ويرصف طرق وبتاع والكلام ده. فيأتي به الله فيعرفه نعمه عليه: ماذا فعلت بالمال؟ فيقول: رب أنفقت المال فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد. رجل خير، وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. أو دول 3 المفروض يكونوا على قبة الذين يعملون الصالحات في الجنة: الشهيد أو العالم أو الرجل الجواد الذي ينفق، على قبة هؤلاء. ومع ذلك انظر كيف دخلوا النار. إذن يعمل الزمن الطويل فيما يظهر للناس، مرائي لا يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين فيما يظهر للناس. زي إيه كده؟ الحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله، حديث الرجل الذي قتل 100 نفس.
هذا أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أذن الله له بتوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقال حسن السؤال نصف العلم، إنك تعرف تسأل. ما فيش واحد يروح لواحد يقول له عندي مغص في بطن رجلي مثلا، إيه ده؟ إذا سألت السؤال صح الجواب يبقى صح، تسأل سؤال غلط الجواب يطلع غلط. فالعالم ليس ملاما في الوضعين، أنت اللي غلطان، السائل هو اللي غلطان مش العالم. العالم يعرف كيف يجيب، لكن العبرة بالسائل، العبرة بالسائل. فالرجل ده وفق، قتل 99 نفسا، ذبحهم ذبح النعاج، يذبح الواحد زي يذبح فرخة بالضبط. بعد 99 قتيل أراد أن يتوب حتى لا ييأس عاص من رحمة الله أبدا. أذن الله له بتوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، لأن مصيبته تقيلة فمش هينفع فيها العالم كبير. فدلوه على عالم راهب، ودي غلطة كبيرة يقع الناس فيها بسبب تشابه الأزياء. تلاقي واحد لابس جبة وقفطان يبقى كأنه عالم، أرخى لحيته يبقى عالم. لا يا جماعة، العالم مش ده، مش أي واحد له لحية طويلة يبقى عالم، لا إطلاقا. طول اللحية مش دلالة على العلم أبدا. إذا كنتم كما قال القائل إذا كنتم بطول اللحى تستوجبون القضاء فالتيس عدل الرضا. واحد كان يقول كده لواحد طويل، إذا كنتم فاكرين إن طول كل ما دقنك تطول تستوجب إنك تبقى قاضي، لا، التيس دقنه طويل برضه. كان يقول هذا يعني. فلتشابه الأزياء اختلط العالم على شبيه العالم عند العوام. هو سأل الناس، عايز واحد عالم كبير يفتني في المصيبة اللي أنا وقعت فيها، دلوه على عالم الراهب. راهب يعني بتاع ربنا بقى، يصلي ويصوم وقاعد ليل نهار يصلي وبتاع، وقلبه رهيف كده وبتاع، وخاف من النار وخاف من بتاع. مش ده العالم. دلوه على عالم الراهب، قال له أنا قتلت 99 واحد، قال لي يا توبة؟ الرجل انزعج، 99 وجاي توب. قال لا، ليس لك توبة. فأكمل به 100. أنت كمان بتيأسني من كده، أكمل به 100. بعد ما قتل رقم 100 سأل نفس السؤال، دلوني على عالم. فدلوه على عالم المرة دي بقى، فقال له إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا ففيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. ده اسمه جواب الحكيم. جواب الحكيم إن هو ما يجاوبش إجابة واحدة، بل لابد أن ينصح له. شوف الجواب بتاع الإمام العالم إيه. قال له إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال له نعم. كان يكفي هذا، كان يكفي أن يقول له نعم، ولكنه تمم له الجواب، إذ لا تتم توبته وهو في الأرض اللي قتل فيها 100 نفس. أنت عارف القاتل لما يكون في بلد الكل بيخاف منه، إذا ما قدرتش تقتله صاحبه هتلاقي له أصحاب عشان يتقوا شره، له أصحاب يقول له يا أبو السباع بقالك مدة كده بتقتل حد وبتاع جراء عليك مش عارف، فيعيده إلى القتل مرة أخرى. فلا بد أن يخرج من الأرض التي مارس فيها العصيان. عشان كده ما اكتفاش بأن قال له نعم، بل قال له نعم. ده أول شطر في الجواب. تاني شطر، ومن يحجب عنك باب التوبة،
مش ملك حد من العلماء يقول له ربنا غضبان عليك أو أنت مالكش توبة، مش شغلك ده، مش ده لله رب العالمين وحده، هو الذي يقبل التوبة عن عباده فقط. لكن أي عالم في الدنيا مش سلطانه يقول كده، ولا سلطانه يقول عملك مقبول ولا مردود. هذا يقع فيه بعض العلماء، واحد يقول له أنا حجتي مقبولة، يقول له مقبولة إن شاء الله، إيش عرفك إنها مقبولة؟ شغل العلماء مش مقبول ولا مردود، شغل العلماء صحيح وباطل بس. أنت صليت الصلاة واستوفيت شروطها وأركانها، اتوضيت واستقبلت القبلة والكلام ده، وتيجي تقول لي صلاتي مقبولة؟ أما أقدرش أقول لك مقبولة، لكن أقول لك صلاتك صحيحة أو باطلة بس. ده شغل العلماء. إنما مقبول ومردود هذا لله عز وجل وحده. عشان كده الرجل ده كان أمينا يعرف ما له وما لله عز وجل. قال ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. أدي المقطع الثالث من الفتوى. أول مقطع قال له نعم، ثاني مقطع المقطع الثاني ومن يحجب عنك باب التوبة. ثالث مقطع قال له اخرج إلى أرض كذا وكذا. الأرض اللي كان فيها كان اسمها كفرة، والأرض التي أمره أن يخرج إليها اسمها نصرة. فالرجل سمع الكلام وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليه. ناء بصدره يعني صدره ده اتقدم لقدام، كناية عن المبادرة إلى الذهاب إلى هذه الأرض، إلى التوبة. وهو مرايح الأرض إلى المدينة التي أمر أن يذهب إليها أدركه الموت، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه خرج تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه قتل 100 نفس. فأرسل الله عز وجل إليهم من يقول، يحكم ما بين الملائكة، من يقول قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله الأرض أن تتزحزح تحته، فصار أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، أتى 100 واحد، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. هذا مات ولم يسجد لله سجدا ودخل الجنة. فأيها العاصي، أنت أمامك فرصة أنك ما زلت حيا، مهما كان عصيانك، مهما فعلت، ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. فلا تيأسن من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فدي برضو يعني موعظة، وإن طالت قليلا لكن أرى أنها أنفع كثيرا لمن تلبس بالعصيان وأدركه اليأس وظن أن الله عز وجل لا يغفر له. لا والله، إن الله عز وجل يغفر الذنب العظيم مهما عظم، لا يعظم على رحمة الله تبارك وتعالى. ده يعني كان كلام هامشي، يعني حاشية طالت ولكن أراها نافعة.